اهلا بيكم، معاكم ابانوب خليل. عشان تشوف لي اي حاجه جديده انا بنزلها اعمل لي سبسكرايب وفعل الجرس. كلية آداب مش بتحرم أي طالب إنه يدخل أي حاجة هو حاببها، مترجم، مدرس، أو أكتر من كده بكتير جدا. هنتعرف من خلال كل قسم يطلعك إيه. الأقسام موجودة في كلية آداب هي كتيرة جدا، موجودة كل أقسام اللغات، وكل أقسام اللغات دي موجودة في ألسن. فمجموعك لو مجابش كلية ألسن تقدر تدخل أي لغة من اللغات دي، زي قسم تاريخ وجغرافيا وآداب إعلام. آداب إعلام من الأقسام المميزة في الإعلام، عشان في كتير مش بيجيلهم كلية إعلام، فده بديل كويس جدا. وفي قسم آداب جغرافيا، قسم آداب جغرافيا من الناس اللي ممكن يخرجك مهندس مساحة، وبالتالي حتى لو علم رياضة وملحقتش حاجة فممكن تقدر تدخل القسم ده. فكلية آداب هي ليها فرص كتيرة جدا للطلاب إنه يدخلوها يعوضوا أي كلية مجموعها عالي من اللي قلناها. كلية آداب فيها نظام مختلف، أو مش نظام مختلف، هي مشابه أوي لكلية تجارة. هو فيه انتظام وانتساب، بيختلف من جامعة للتانية، بيختلف في المصاريف وفي المجموعة بتاعهم، وبيختلف تفاصيل تانية تقدر تعرفها في الجامعة اللي انت هتقدم عليها. كلية آداب فيها حاجة مميزة زي ألسن شوية، وهي التنسيق الداخلي. التنسيق الداخلي ده الكلية اللي تجيلك تكون كلية آداب بس، مش بيقولك انت داخل قسم ايه، فتضطر تعمل تنسيق داخلي تاني. على سبيل المثال لو انت عايز تدخل آداب انجليزي، فبالتالي انت هتعمل رغبات معينة، تكتب آداب انجليزي بعدين آداب فرنساوي، وتقدر ترتب رغباتك، وبالتالي الكلية بترشح لك القسم المناسب ليك حسب ترتيبك للرغبات. ودي كده بتكون حكاية التنسيق الداخلي. كلية آداب هي من الكليات اللي دايما في مصر وخرجت مفكرين وفلاسفة وناس كتيرة مميزة. وبس كده، ده كانت خلاصة عن كلية آداب. ابعت لصاحبك المهتم او فاته حلم انه يدخل كلية ألسن او كلية اعلام او اي كلية من الكليات العالية دي، عرفه ان كلية آداب هي بديل كويس ليه. عشان تقدر تشوف لي اي حاجة انا بنزلها اعمل لي سبسكرايب، وما تنساش تفعل الجرس. شكرا لكم.